جولة كاميرتنا اليوم راح تكون في جبل السماق، وتحديدا في قرية قلبلوزي اللي تعتبر أقدم القرى تاريخيا في جبل السماق وفي الشمال السوري. مشهورة القرية في كنيستها اللي بتعود للعهد البيزنطي في القرن الخامس الميلادي. مختار، احكي لنا هلا احنا هذا اللي موجود نحن فيه هلا حاليا شو اسمه؟ هذا اسمه الصيباط. نسبة للأتراك يعني كانوا يسموه صيباط. شو يعني؟ شو معنى يعني الصيباط؟ شو يعني الصيباط؟ معنى زقاق. الصيباط معناته زقاق. قديم كثير. قديم، هذا عمره يعني أكثر من 100 سنة 200 سنة. هلا هو اصله ممر معصرة رومانية. وفي معصرة تحته. اصله ممر يعني مدخل معصرة رومانية. والمعصرة اللي راح تشوفوها. تفضل. هي تعتبر تابعة للكنيسة. هنيك شو في مختار؟ توابيت. طيب معصرة يعني معصرة زيت أو معصرة. عجب فيها التابوت هذا يعني. كل توابيت فيها. هي تابوت روماني. حتى الجرون الرومانية تفرج. حتى فيها كمان حجرة. لحد الآن هاي الجرون الرومانية كله مركب محله. ما حدا محرك شيء أبدا. هاي حجر الطاحون. هذا جب الزيت. هي جب تحت منها. حجر المعصرة. تحت منها جب أسري. جب تبع المعصرة. تمام. في أكثر من 4. ضيعة فوق ضيعة. مضبوط. هاي إشارة. هي إشارة نعم. مثل مخزن هذا هيك. طلع وين تحت. طلع على المنظر. كده احنا على دورنا بنقول مخزن، بس هي إنه إلا تاريخ. هيك إيه إلى تاريخ. هون الاثار هي الموجوده القديمه كمان هي تبع الكنيسة. لك هي موجوده هون كلها اثار. كيف الحجر ما أكبره؟ ما شاء الله الآثار فيها كثير. هي الضيعة القديمة. هي جدودنا أول ما أجوا سكنوا هون. انتبه انت على الحجر اللي هنيك. طبعا هون كان في سقوفة هدت. واضحة مبينة يعني. شوف هذا السقاف كله أثر. شايف هاي
هدت يعني. نعم. كنيسة خاصة، كنيسة خاصة. درجوا بدي اخذ صورة للجميع. يلا. أحد القبور الأثرية تمام، ما بقول لك ما بتبين، وحتى صورتها ما حد بيعرف شو هي. نختار شو هذا الموقع اللي نحن هي فيه؟ معصرة زيتون أو معصرة عنب. بس هلا طبعا مردومة ما كتير واضحة. تيجي المعصرة فيها جب بيعصروا عن طريق الحجر. ما في هون مثلا هذا برج هون أو قصر برج على الأرجح. وهي المعصرة هون. بس ما واضحة.